والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. كل سنه وانتم طيبين. بكره هيبقى رفاع صوم الميلاد. احنا ضروري ومهم جدا ان احنا نشكر ربنا على انه اتى بنا الى هذه الساعه. نشكر ربنا لانه عدى علينا الايام اللي فاتت بستره رغم خطايانا واثامنا. نشكر ربنا لأنه بيدينا فرصة جديدة إن احنا نصوم فيها صوم الميلاد، لأن صوم الميلاد ده هو صوم من خلاله بنستعد لاستقبال كلمة الله المتجسدة. تعرفين إن موسى صام على الجبل 40 يوم. ال40 يوم اللي صامهم على الجبل صامهم عشان خاطر يستلم لوحي الشريعة اللي هو كلمة الله الوصية المكتوبة على لوحي الشريعة، كلمة الله المكتوبة. احنا ربنا ادانا نعمة ان احنا نستعد لاستقبال 40 يوم هنصومهم كي نستعد لاستقبال كلمة الله المتجسدة الذي الله رب السماء والأرض رب المجد يسوع المسيح. فبجد وحقيقي احنا بنشكر ربنا ان هو بيدينا هذه الفرصة اللي من خلالها نقدر نجاهد ويكون لنا مكان في ملكوته، نقدر نتمتع بالعشرة معاه خلال 40 يوم، مش صوم جسدي وبس. هقول حاجة عن إنجيل النهاردة وبعد كده نرجع نتكلم تاني عن الصوم لأن ده موضوع مهم. إنجيل النهاردة هو فصل من إنجيل معلمنا يوحنا البشير إصحاح 16 من أول آية 20 لآية 33. وهذا الإنجيل يقرأ في كل يوم فيه شهداء، يعني بيتقرأ علينا كتير لأنه بيتكلم عن الشهداء، ويكلم الشهداء ويكلمنا إحنا ويقول لنا إيه؟ أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. العالم بيفرح فرح مختلف عن فرحنا السماوي. العالم له فرح، مقاييس الفرح في السماء تختلف عن مقاييس الفرح في العالم. فهو بيقول إن العالم بيفرح بسبب ضيق بتاعنا، بسبب بكائنا، بسبب نوحنا. ويقول أنتم ستحزنون ولكن يدينا رجاء، ويقول لكن حزنكم يتحول إلى فرح. الحقيقة رب المجد يسوع في هذا الإنجيل بيتكلم ناحية روحية وناحية زمنية. ناحية روحية ويقول لما تخش في ضيقة أو شدة ما تقلقش، ما تزعلش. الضيقة أو الشدة دي مهما كان حزنها في يوم من الأيام هتتحول إلى فرح. العالم بيفرح لما يشوفك أنت سقطت أو وقعت، بيفرح بتعبك، بيفرح بالضيقة اللي أنت فيها. ولكن ثق أننا قد غلبت العالم. ثق أن رب المجد غلب العالم وهيغلب العالم بيك أنت برضه. ودنا مثل اللي هو الأم التي تلد وقت الحمل وقبل الولادة بيبقى عندها ألم شديد جدا وضيق شديد جدا، ولكن بعد الولادة بيبقى عندها فرح عظيم جدا. فكل ضيقة بندخل فيها ثق إن بعد الضيقة فرح. كل موت بعد قيامة، كل حزن بعد فرح. وفرحنا السماوي مختلف عن الفرح الأرضي. فهذا الإنجيل قرئ من أجل السنكسار بتاع اليوم اللي هو بيتكلم عن الشهيدين اللي احنا عرفناهم، القديس فاروس والشهداء النساك الستة. أما عن الصوم فنحب نقول أن الصوم الميلاد هو عبارة عن 43 يوم. 3 أيام بنصومهم تذكار، اللي هم 3 أيام الأولانيين بنصومهم تذكار لنقل جبل المقطم. وال40 يوم بنصومهم تذكار صوم موسى على الجبل زي ما قلت لكم من شوية، لأنه زي ما موسى صام 40 يوم استعدادا لاستقبال كلمة الله المكتوبة على لوحي الشريعة، احنا بنصوم 40 يوم استعدادا لاستقبال كلمة الله المتجسدة. احنا مش بنصوم وخلاص. اوعى تعتبر الصوم هدف وتفتكر ان ربنا هيجي في يوم من الايام ويحاسبك يقول لك صمت كام يوم. لا، هو مش كده. الصوم ليس هو هدف. احنا هدفنا نخش ملكوت السماوات، ومن خلال الصوم هنخش ملكوت السماوات. الصوم والصلاة والصدقة ووسائط النعمة من خلالهم بنخش السماء. مفيش حاجة من دول هدف.
مش الهدف ان انا احدد درجة معين، ده انا صمت 43 يوم، حلو جدا، برافو عليك. حققت فيهم ايه من الناحية الروحية؟ هو ده الهدف. وصلت للسماء من خلال صومك ولا لا؟ الصوم مش مجرد امتناع عن الاكل والشرب بس. الصوم زي ما قلت لكم هو احد اركان العباده. بنجد ان رب المجد يسوع في انجيل متى في الموعظه على الجبل يقول ايه؟ 3 حاجات مهمين جدا. متى صنعت صدقه فلا تصوت قدامك، متى صليت فلا تكن كالمرائين، متى صمتم فلا تكونوا عابسين الوجه. فاصبح الصوم احد اركان العباده اللي من خلالها بتملي بالنعمه، من خلالها بوصل إلى الحياة السمائية، من خلالها تتنفذ الآية اللي بتقول إيه؟ هوذا ملكوت الله داخلكم. من خلال إيه؟ من خلال الصوم. خلي بالكم الصوم هو أول وصية أعطاها الله لآدم لما قال له إيه؟ من كل شجر الجنة تأكل إلا شجرة معرفة الخير والشر. من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوما تأكل منها موتا تموت. بهذه الوصية وضع ربنا حدود للجسد. مش كل حاجة الجسد عايزها اديها لها، في حدود، لأنه يعلم أن الجسد يقود إلى الشهوة. الله يعلم أن الجسد يقود إلى الشهوة، فطلب من آدم الصوم، مش من أجل الصوم فقط ولكن من أجل أنه يتحكم في رغبات الجسد. مش كل حاجة الجسد يطلبها هديها له. ونجد أن ربنا برضو في الكتاب المقدس في سفر التكوين لما قال لآدم تأكل، بعد كده قال له إيه؟ تأكل من يعني آدم يأكل من العشب والبقل. العشب يأكل منه الحيوان، وآدم يأكل من البذور والعشب، البذور والبقول. فأصبح حتى لما آدم بدأ يأكل ما كانش بيأكل من الحاجات الحيوانية. حتى لما كان بيأكل آدم ربنا اداله ان هو ياكل من كل البذور والبقول، ما قالهوش تاكل من الحيوانات. ما كانش في الوقت دوت ناكل من الحيوانات. يعني حتى الصوم بتاعنا اللي احنا صايمينه عن كل ما هو حيواني آدم نفسه ابتداه وكان متمتع بيه. لما آدم أخطأ وما قدرش يتحكم في جسده وفي شهوته وأكل من الشجرة، ما قدرش يصوم عن أكل من شجرة معرفة الخير والشر، سقط وفقد صورة الله اللي هو أخذها من الله. فقد القداسة والطهارة، فقد الخلود، فقد السلطان اللي كان ليه على كل الحيوانات اللي هو أعطاها الله. كل ما أعطاها الله من سلطان فقده آدم بسبب ان هو سقط في الخطية دي، ان هو ما قدرش يتحكم في رغباته او طلبات جسده او شهواته. عشان كده جه المسيح عشان يرد الانسان الى رتبته الاولى. واول ما بدأ السيد المسيح في خدمته بدأ بالصوم على الجبل، بدأ بالصوم 40 يوم. أول تجربة نجح فيها رب المجد يسوع هي كانت انتصاره على الشيطان لما قال له تأكل كل الحجارة دهيت أن تتحول إلى خبز وكل منها. أنت جعان 40 يوم. قال له إيه؟ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. أكد له أن هناك الإنسان مش بس جسد وإنما روح. الإنسان مش بس جسد وروح. وقال له إيه؟ طعام الروح إيه؟ هو كل كلمة تخرج من فم الإنسان، مش بالأكل والشرب، لكن بكل كلمة تخرج من فم الإنسان. القاعدة اللي قالها رب المجد يسوع دي ما كانتش جديدة، دي كانت موجودة من شريعة موسى. فيقول لموسى إيه؟ ليعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيا الإنسان. دي في سفر التثنية إصحاح 8 آية 3. فالصوم أحبائي هو ليس الامتناع عن الأكل والشرب زي ما قلنا، ولكن الصوم هو أن أقوم جسدي، أن أتحكم في جسدي. إن كنت هقدر أتحكم في جسدي في الأكل والشرب اللي هو مباح، هقدر أتحكم في جسدي وشهواتي في الخطايا اللي الشيطان بيحاربني بيها. خطايا الذات، خطايا الأنانية، خطايا الكبرياء.
خطايا الشهوات الجنسية، شهوات النظرية، كل الخطايا دي اللي ربنا بقدر أتحكم فيها. في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا يعلمنا ويقول لنا إيه؟ يقول لنا إنما أقول لكم اسلكوا بالروح. مش موضوع أكل وشرب، لا، اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يجتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. الإنسان مخلوق من جسد شوية تراب جابهم ربنا، وروح نفخ فيها نسمة حياة، فأصبح الإنسان مخلوق من جسد جاي من الأرض، وروح جاية من نسمة الله، من فم الله، من السماء. الروح بتحاول تشد الإنسان للسماء، والجسد يشد الإنسان للأرض. هما الاثنين بيتعاركوا على الإنسان. انت بقى لما بتدي الجسد كل احتياجاته وكل طلباته وكل رغباته، بتدي للجسد قوة ان هو يسحب الإنسان للأرض. لكن لما تقوم جسدك وتدي للروح، مش بس تقوم جسدك، تدي للروح الغذاء الروحي بتاعه، هيقدر الروح ياخدك ويطلع بيك بالسماء. عشان كده في ناس كتيرة قوي من خلال الصوم والنسك، أبائنا الرهبان المتوحدين، من خلال الصوم والنسك يوصلوا لمرحلة السياحة. يعني إيه السياحة؟ يعني بقيتش الأرض تجذبهم، بقى ممكن يبقى موجود في مكان وفي لحظة واحدة ينتقل إلى مكان آخر. إيه القوة دي؟ دي مش قوة من عنده، دي نعمة خدها من خلال النسك، من خلال الصوم، لأنه قدر يتحكم في جسده وفي شهوات جسده. مش بس كده، قدر كمان ينمي الروح، لأنه طول الوقت بيصلي، طول الوقت بيقرأ الكتاب المقدس. فنحن لا نصوم لكي نقمع الجسد ونستعبده فقط، وإنما لكي نعطي للروح قوة عشان خاطر تقدر تجذبنا للسماء. عارفين زي إيه بالظبط؟ فاكرين المنطاد؟ عارفين المنطاد؟ المنطاد ده عبارة عن بالونة مليانة هواء وماسكة تحت كده حاجة زي الباسكت، زي السبب كده. المنطاد ده الناس بتاخده جوه المنطاد ده وينطلق بيهم، بس يطلع بيهم لفوق ويتحركوا بيه، بيتحكموا فيه ان هو يتحكم فيه، يروح بيه يمين شمال، ويبقى عالي جدا ويلف في بلاد كتيرة او اماكن كتيرة. قصة المنطاد ايه؟ المنطاد ده عبارة عن زي ما قلت لكم بالونة مليانة هواء معين، يعني نيتروجين، بيحس ان هو يرتفع بيها لفوق. والسبت ده هو موجود على الارض. طب انا عايز اتحكم في السبت يقعد على الارض لحد ما الناس تخش فيه. بعمل ايه؟ يقولوا بيحطوا فيه اثقال تتقل السبت عشان يثبت على الارض، وما تقدرش البالونه دي انها تسحبه لفوق. طب عايز اتحرك لفوق، يبتدوا ينزلوا الاثقال دي، ينزلوها من هذا الباسكت سنه سنه، تبص تلاقي المنطاد يبقى اقوى من السبت، ويبتدي يسحب السبت ويطلع بيه لفوق. هو كده المنطاد هو عبارة عن البالونة دي، هي عبارة عن الروح، والسبت ده هو عبارة عن الجسد. والأثقال اللي موجودة في الجسد هي الرغبات والشهوات اللي موجودة عندي، هي اللي بتتقلني، هي اللي بتخليني مش قادر أطلع السماء، مش قادر أعيش الملكوت وأنا على الأرض، مش قادر، بتقلاني. طب تعالوا نرمي شوية، نرمي من شهواتنا، نرمي من رغباتنا، نرمي من خطايانا، نرمي شوية، هتلاقي الروح ابتدت تسحب الجسد وتطلع بيها لفوق لحد السماويات. هي دي النظرية، هي دي الحقيقة، ان الجسد ضد الروح والروح ضد الجسد. هما الاثنين بيشدوا الإنسان. الروح يشد الإنسان لفوق للسماويات، والجسد يشد الإنسان لتحت. أيهما ترغب أن تعطيه قوة؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز تدي قوة للروح فتعيش السماويات، ولا عايزة تدي للجسد رغبات وشهواته فيأخذ قوة فيظل على الأرض لا يتمتع بالعشرة مع الله؟ إذن يا أحبائي، فالصوم ليس هو الامتناع عن الأكل فقط، ولكن هو تغذية للروح أيضا. الصوم يشمل كل صفوف التقشف والنسك وقمع الأهواء والشهوات. تقشف والنسك وقمع الأهواء والشهوات. معلمنا يوحنا التبيسي يقول إيه؟ صوم الجسد هو الجوع عن الغذاء والبعد عن المأكولات الدسمة، أما صوم النفس فهو أن يجوز الإنسان عبر الصوم عن التدابير الشريرة والاهتمام بها وعن ذكر الرذائل. يعني الصوم النفس ديت إن أنا أبعد عن كل ما هو شر. فمعاملنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 9 يقول إيه؟ كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء.
يقول أقمع جسدي وأستعبده. حتى بولس الرسول بيقول حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. بولس الرسول بعد جهاده وبعد كراسته وبعد الناس الكتيرة جدا اللي دخلهم وبعد كتاباته اللي كتبها واللي ما زال حتى الآن كثيرون يؤمنون بالمسيح بسبب كتاباته، يقول لك أنا ممكن في الآخر أهلك، ممكن بعد ما كرست للآخرين أصير أنا مرفوضا. ليه؟ لأني ما صمتش صوم حقيقي، لأني ما أقمعتش جسدي، ما استحكمتش في شهواتي ورغباتي. حقيقة من أهم معوقات نمو الإنسان الروحي وتقدمه في الفضيلة هو انفعالات الشهوة الجسدية وميول الجسد. قديس يعقوب يقول لنا في رسالته إصحاح 4 آية 1 يقول لك من أين الحروب والخصومات بينكم أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. الخصامات اللي بتحصل دي ليه؟ والمشاكل اللي بتحصل دي ليه؟ والخناقات اللي بتحصل دي ليه؟ وعدم الأمانة ده اللي بيحصل ليه؟ من أجل رغبات الجسد. أنا عايز أشبع جسدي، أنا عايز أحقق ذاتي، أنا عايز كرامتي أحافظ عليها. فلان ده ما ينفعش أصالحه لأن كرامتي ما تسمحش إن أنا أروح أقول له أنا آسف. أقول له آسف على إيه؟ وهكذا. تبص تلاقي ان رغبات الذات هي اللي بتوقعني وتخليني واقع في الارض، هي بتيجي منها الحروب. الروح يا احبائي تريد ان تنطلق زي ما قلنا نحو الله، والجسد يجذبها الى اسفل ويقيد حركتها ويعوق انطلاقها. لو عايز تعيش فعلا حياة روحية جميلة مع الله اتحكم في الجسد وتحكم في رغبات الجسد. مش كل حاجة عينك تشوفها عايزها، مش كل حاجة تشتهيها تطلب انك تاخدها، مش كل كلمة تيجي على فمك تقولها من غير ما تفكر الكلمة دي هتفيد الإنسان اللي قدامي ولا هتضره. الكلمة دي هتفرق ايه بالنسبة لي أنا؟ هتضر الإنسان ولا مش هتضره؟ فكر وركز قبل ما تتصرف وقبل ما تقول أي حاجة. في رومية 8 إصحاح 8 آية 12 يقول إن عشتم حسب الجسد فستموتون. لو الإنسان عاش للجسد وإدى الجسد رغباته في الآخر نهاية حياته هتبقى موت. ولكن إن كنتم بالروح تموتون أعمال الجسد فستحيون. يعني الموضوع مش موضوع جوع بس، لا ده بالروح كمان لما تقوى هتموت أعمال الجسد. ادي فرصة لروحك أن تتقوى بالصلوات وبقراءة الكتاب المقدس وبحضور القداسات الكثيرة وبالتسابيح. ادي فرصة لجسدك خلال الفترة دي، لروحك خلال الفترة دي انها تتقوى، وامتنع عن كل ما هو شر. ابتدي اقتني الفضائل. خلال الصوم عندنا فضائل كتيرة ممكن نقتنيها. ممكن نقتني فضيلة عدم الكلام، انا بتكلم مع ربنا بس، ما اقعدش يبقى عندي نميمة ولا إدانة. يبقى كل فكري في ان انا اتكلم مع الله واسبح الله واطلب من الله واشكر الله، فامتنع عن النميمة والإدانة. ادي فرصة لعينك انها تنظر كل ما هو مقدس فتسبح الله. وانت ماشي في الشارع بلاش عينك تقعد تلف يمين وشمال، بص على اعمال الله وسبحه. بص على الشمس شوف مجد الله فيها، بص على الاشجار شوف مجد الله فيها، شوف مجد الله في خلقته وفي طبيعته، واقعد سبح الله. سبحان الله، سبح الله على مجد، نسبحك يا رب على مجدك وعلى عظمتك. من خلال فترة الصوم اقتني فضيلة التسامح والغفران، انك انت لازم تسامح الاخر حتى ولو كان هو المؤذي. يعني مش شرط تكون انت الغلطان عشان تروح تعتذر له، حتى لو كان هو الغلطان قرب منه واعتذر له، هتكسب بدل الوزن وزنتين. بدل ما انت مستنيه هو يعتذر لك، لا انت هتروح يبقى كسبت وزن ان انت اتهنت، والوزنة التانية كسبت ان انت رحت لحد عنده واعتذرت له او اتكلمت معاه او صالحته. يبقى من خلال الصوم اقدر اقتني فضيلة الكلام مع الله، عدم الكلام، عدم النميمة، عدم الإدانة. من خلال الصوم اقدر اقتني فضيلة النظر وتسبيح الله في كل وقت. من خلال الصوم اقدر اقتني فضيلة التسامح والغفران. من خلال الصوم اقدر اقتني فضيلة العطاء. احنا قلنا 3 أركان: الصوم والصلاة
والصدقة. يقولوا أن الصدقة كالطير تطير إلى السماء بجناحيها التي هما الصلاة والصوم. آسف، الصلاة كالطير تطير بجناحيها، وجناحيها هما الصدقة والصوم. فالصوم بيساعد الإنسان إن هو يطير ويحلق في السماء. من خلال الصوم تقدر تقتني فضائل كتيرة جدا. ركز قبل ما تصوم، فاضل لنا يوم ونبتدي نصوم. شوف انت محتاج ايه فضائل تقتنيها. اعمل ورقة، مفيش ما يمنع. اعمل ورقة وقول يا رب أنا خلال الصوم ده عايز امتنع عن خطية كذا وخطية كذا وخطية كذا. من خلال الصوم ده عايز اقتني فضيلة كذا وفضيلة كذا وفضيلة كذا. واعمل زي ما كل واحد بيشتغل في العالم، زي ما كل واحد بيفكر في العالم في شغله أو في نجاحه ويحط تارجت ليه. حط لنفسك تارجت خلال الصوم. أنا عايز أحقق 1 2 3. وكل يوم وكل أسبوع حاسب نفسك، أنا بقرب من اللي أنا عايز أحققه ولا لأ، ولا نسيت، ولا عدت الأيام عليا. ركز قوي خلال الصوم بتاعنا. الصوم بتاعنا مش صوم عن الأكل والشرب بس، في فترة انقطاعية كمان. المفروض ان احنا بنصوم انقطاعي على الاقل لحد الساعه 3. كل واحد حسب اب اعترافه ما يقول له. يعني تروح لاب اعترافك وتقول له انا اقدر اصوم لحد كذا، وهو هيديك القانون بتاعك. بنصوم صوم انقطاعي طول الاسبوع ما عدا السبت والحد لانهما ايام فرح. فبنصوم صوم انقطاعي لحد الساعه 2 لحد الساعه 3 زي ما قلت لكم. في ناس بتصوم لحد النجمه، في ناس بتصوم لحد النجمة، في ناس بتصوم عن المية والملح بس. كل واحد وليه طريقته اللي بيها من خلال أب اعترافه يقدر يصومها. بس مهم جدا إن أنا يكون في فترة انقطاع في الصوم بتاعي. فترة انقطاع لأنها بتديني إن أنا فعلا بسيطر بقى على جسدي. مش في ناس تقول لك إيه، أنا ما أقدرش أصحى الصبح وابتدي شغلي غير لما أشرب فنجان القهوة أو لما أشرب نسكافيه. طب ورديني بقى القوة بتاعتك ان انت توصل من خلال الصوم انك تقدر تقمع هذا، تقدر تمنع هذا. حاول وجاهد وثق ان النعمة هتساعدك لما تحط دي قدامك وتحطها زي ما قلت لكم هدف. هتلاقي نفسك بتحاول وهتلاقي ربنا هيساعدك ان انت تتخلص من هذا القيد، لان ده قيد مقيدني. فتقدر من خلال الصوم ان انت تدرب نفسك على هذا. حاجات كتيرة ممكن نتكلم فيها عن الصوم، بس ارجوكم زي ما قلت لكم في الأول احنا بنشكر ربنا على ان احنا ادانا هذه الفرصة ان احنا نبدأ هذا الصوم المقدس. اوعوا تعدوا الصوم ده من ايديكم وتعدوا باقي الايام من السنة من غير ما نقرب لربنا بالروح ونقمع الجسد من خلال الصوم. ربنا يديك ويدينا نعمة ان احنا نتمتع بعشرة حقيقية من خلال الصوم، فتكون الروح قوية تأخذنا وتصعد بنا إلى كل ما هو سماوي، نتمتع ونتلذذ بالعيش السماوية. ولربنا المجد دائما أبديا آمين.